مفاجأة كبيرة. تقارير إعلامية تؤكد مرتضى منصور يحاول إقناع مجلس الإدارة بالاستقالة الجماعية لهذا السبب. تقارير إعلامية صادرة اليوم تحدثت عن سر دعوة مرتضى منصور لمجلس إدارة الزمالك لاجتماع غير رسمي في منزله خلال الليلة الماضية، حيث كشفت تلك التقارير أن مرتضى منصور يحاول إقناع مجلس إدارة الزمالك الحالي بتقديم استقالة جماعية عقب إعلان رحيله رسميا عن القلعة البيضاء، وذلك حتى تكون أمام مرتضى منصور فرصة للترشح في الانتخابات القادمة على مقعد الرئيس إذا أراد ذلك، لأن هناك من يتحدث أن مرتضى منصور لن يكون من حقه الترشح رئيسا في حالة تواجد انتخابات تكميلية، وذلك لأن اللوائح بتمنع ترشح رئيس تم عزله في دورة من الترشح على منصبه في نفس الدورة، وبالتالي لابد من رحيل المجلس بالكامل حتى تكون هناك انتخابات تكميلية أو انتخابات كاملة جديدة بدورة جديدة تسمح لمرتضى منصور الترشح رئيسا للزمالك وفقا للقانون. تلك التقارير أشارت إلى أن ذلك لا يؤكد ترشح مرتضى منصور في الانتخابات القادمة، ولكنه يريد الحفاظ على موقفه القانوني في ذلك إذا رغب في اتخاذ القرار.